ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله حلوه اسمها داود باشا، وبسيطه جدا، يمكن تعمليها في دقايق او ثواني كده يعني. اول بدايه معايا نص كيلو لحمه. المكونات: بصله متوسطه، التوابل معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، التوابل مشكله او توابل سبعه. اول بدايه هنحط اللحمه في الصينيه ونضيف عليها البصله ونضيف عليها التوابل وهنعجنهم مع بعض لغايه ما الخليط كله يتجانس مع بعض. هي سهله وبسيطه، مش بتاخد وقت يعني، يمكن تعمليها في اي وقت. هنا هنكورها، هنعملها كور كور. هنا انا بكور كفته بتاعه داود باشا، لان هي ما بتنفعش صوابع، بتنفع كده اهو مكوره. بتطلع واحده كبيره واحده صغيره مش مشكله، المهم ان هي ايه، تكون مدوره كده، لان مقاديرها بسيطه، كل اللي فيها بصل وتوابل بس ولحمه. لك اي ضيف على غفله كده اهو، تعمليها في ثواني كده، لان ما بتاخدش وقت. بعد ما اخلص كل الكميه بتاعت اللحمه المفرومه دي بتاعت داود باشا، هحطها في التلاجة ترتاح اجليها ما تتفكش مني. هنا بقى انا خلصت الكفته ودورتها دواير، هحطها في التلاجة عشان نص ساعه او 30 دقيقه، عشان هي ايه، تتمسك مع نفسها لما اجي اجليها ما تتفكش يعني. هحطها في التلاجة وارجع لكم بعد كده. وهنا بعد ما الكفتة خدت نص ساعة في التلاجة، طلعتها وحطيت طاوة على النار، وهحط فيها زيت علشان الكفتة تتجلي تتحمر يعني. وهنا بعد الزيت ما سخن هاجي الكفتة. هنا هقلبها على الناحية التانية، شكلها حلو ومش مفتتة ولا حاجة. هنا الحلة على النار، حطيت معلقة سمنة عشان هعمل الصوص كفتة داود باشا. هحط معلقة توم مفرومة، صفرت زي ما حمرت صفر احمر ذهبي كده حلو يعني. حطيت معلقه صلصه كبيره عليها. بعد كده هنزل عليها بنص كيلو طماطم. الطماطم دي انا عصراه وبعد كده مصفياه في الخلاط. هضيف عليها معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره برضي ملح، ومعلقه سكر. هنا بعد الكفته ما طابت، راح شايلاها وحطها في الدمعه بتاعتها او الصلصه بتاعتها او الصوص بتاعها. هنا خلصت كفتة الباشا وحطيتها في الصينية، وعملت جنبيها طبق رز، جبت ورق بقدونس كديكور أو زينة يعني بس. وألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.